الدولار يحلق في العراق وأعياد بطعم الغلاء. يستمر سعر صرف الدولار الأمريكي في الارتفاع مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ الأحد سعر الصرف 100 دولار نحو 155 ألف دينار، وهو ما يعني زيادة قدرها 9000 دينار قياسا بالسعر الرسمي للصرف. وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذبه مباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية منها والكمالية، وسط خشية بين المستهلكين العراقيين من تواصل ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلا، وخاصة بالنسبة لذوي الدخلين المتوسط والمحدود والفقراء. ويرى المحللون أن عدم الاستقرار والتذبذب في سعر الصرف سيستمر لما بعد بداية العام، إلى أن يتحقق التوازن بين المعروض والمطلوب من الدولار في الأسواق المحلية في غضون أسابيع قليلة.